السلام عليكم. هل أمريكا فيها فرص فعلا ولا الكلام ده بس على النت؟ انت لو اول مره تتابعني، انا اسمي حمدي، طالب بيدرس في امريكا. وبحاول انقل لك واقع خبرتي كلها بالنسبه لامريكا، وواقع ناس كتير قوي وتجارب ناس كتير جدا معايا انا اعرفها. هل بقى في فعلا فرص في أمريكا ولا لأ؟ الموضوع ده على فكرة يعني ناس كتير قوي مضحوك عليه فيها، وناس بتيجي على أمل إن هو فعلا فرص كتير جدا جدا في أمريكا، وأنت أول ما تتخرج تشتغل على طول. الموضوع ما يمشيش كده. الموضوع أنا حاسس والله العظيم إن هو شبيه لأي حتة تانية في العالم، مش شرط أمريكا بس. ممكن يكون هنا في فرص شغل كتير، بس مش أي حد بياخدها. زي ما انت بتتخرج من كليه هنا، هي نفس نظامك. انت ممكن تقعد على القهوه بعد ما تتخرج من الكليه عادي خالص، مش عشان ما فيش شغل، عشان انت مش مؤهل للشغل. فاهمني؟ سواء انت هنا او في مصر، انت ساعتها انت تقدر ان انت تشتغل، وتقدر ان انت تيجي على نفسك وتعلي السكيلز بتاعتك وتعلي الفرص بتاعتك عشان تقدر ان انت تشتغل في مكان كويس. يعني الناس اللي بتخرج من مصر دي هل ما بتشتغلش؟ لا، اكيد بتشتغل. بس ليه هم بيشتغلوا في مكان كويس؟ لان هم مواهبهم والسكيلز بتاعتهم زادت. مثال زي مثلا اللغه. هل اللغه فعلا ليها عامل؟ اكيد طبعا ليها عامل وبتتفوق. يعني ممكن اللغه دي تعمل فرق ما بينك وبين اي حد تاني متخرج معاك في نفس الكليه. ليه؟ عشان انت معاك خبره اكتر او معاك معلومات اكتر. فاهمني؟ اللغه دي يعني تقدر ان هي تزود لك فرص كتير، مش بس في مجالك، مش بس في الكليه اللي انت بتدرس فيها، لا بالعكس، انت في اي حته انت ممكن تعمل فلوس من اللغه اللي انت بتتعلمها دي.